أحسن طريقة تسرح بها الغنم هي تقسم السرحة ديالها بين الصباح والعشية، ساعتين في الصباح من 8 ل 10 وساعتين في العشية ملي برد الحال. هاد المدة كافية وممتازة بزاف باش القاطع ياخد الكفاية ديالو بلا ما يتعرض للإجهاد. علاش؟ حيت السرحة النهار كامل خصوصا في الحال سخون ممكن تعيي لك القطيع، وهذا الشيء كيأثر بزاف على الإنتاج ديال الغنم سواء في اللحم ولا في الحليب. وفي نفس الوقت الغنم ما كتحتاجش غير تاكل، وإنما كتبغي ترتاح ويكون عندها وقت كافي باش تجر مزيان. غير هو غادي نوضح ليك واحد النقطة مهمة بزاف، وهي إلا كان المرعى زوين والحال بارد تقدر تزيد شوية في المدة، ولكن بشرط ما يكونش واحد الضغط كبير على القطعة، حيث التوازن هو المطلوب هنا. الخلاصة، خدم بالعقل ماشي بكثرة السوايع، وقسم السرحة ديالك بين الصباح والعشية، وخلي وقت للراحة، وغتشوف الفرق في صحة القطيع والإنتاجية ديالو. وفي الأخير ما تنسوش جيمو بارتاج وقولوا لنا رأيكم في هذه الطريقة في التعليقات.